ليلة في بيت صحابي، رسالة لكل البشرية. هؤلاء الصحب الكرام الذين تربوا في صحراء جرداء كانوا أسعد الخلق على وجه الأرض. ليلة في بيت صحابي، ليلة خاصة يشتاق إليها كل بيت مسلم. في رحاب هؤلاء الصحب الكرام كل يوم نتعلم موقف، كان كل واحد فيهم قرآن يمشي على الأرض. ايه اللي مطلوب مننا عشان نصحب حضرتك في هذه الرحلة وحتى يقبل الصحابي دخولنا بيته؟ أول حاجة استحضار النية الطيبة، أنا عايز أتغير. 2 بقى التأشيرة، قبل ما نخش على أي صحابي فعندناش غير تأشيرة، إيه هي؟ صلى على الحبيب عليه الصلاة صلى الله والسلام. عليه وسلم. تعالوا نزور بيت أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعتقد أن الصحابي سيقبلنا على ما نحن عليه بأن ندخل بيته؟ كانوا لا يقنطون أحدا من رحمة الله، لأنهم تعلموا الرحمة من حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل تقصير أبنائنا في صلواتهم من ذنوب آبائهم، أم أن الله لم يشأ هدايتهم بعد؟ التربية بالقدوة، عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. احنا نتغير مع أولادنا عشان أولادنا يتغيروا. خوفا على الأبناء وعلى الأمة، فقد تقرر أن يكون ليلة في بيت صحابي. ليلة في بيت صحابي مع فضيلة الدكتور محمود المصري في ضيافة الإعلامي محمد السعيد، تشاهدونه في الأوقات التالية على قناة السلام.